هل تخيلت يوما إن مصير أمة بيتحدد بقرار؟ وإن كلمة فرقان مش مجرد اسم لكنها حريقة اتكتبت بدم 313 مؤمن؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. دي حكايتنا عن بدر، المعركة اللي غيرت مجرى التاريخ الإسلامي للأبد. كانت البداية في السنة الثانية من الهجرة في عز صيام رمضان. المسلمين كانوا خارجين عشان يعترضوا قافلة تجارية ضخمة لقريش، مش عشان قتال. القافلة دي كانت بقيادة أبو سفيان وفيها أموال كتير، جزء كبير منها صلب من المهاجرين في مكة. خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم معاه حوالي 313 رجل، يدوب معاهم فرسين و70 بعير، يعني القوة العسكرية كانت محدودة جدا. لكن القدر كان مخبلهم اختبارا أصعب. أبو سفيان قدر يهرب بالقافلة من طريق تاني وبعت لقريش يطلب النجدة. قررت قريش تخرج بكل قوتها العسكرية، مش لنجدة القافلة اللي نجت خلاص، لكن للقضاء على الإسلام والمسلمين. خرج جيش قريش تقريبا 1000 مقاتل مدججين بالسلاح والخيول والدروع، ومعاهم كل صناديد مكة. صارت المواجهة حتمية بين القلة المؤمنة والكثرة المتغطرسة. النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة وشاورهم في الأمر. وقف المقداد ابن عمرو بكلمة هزت التاريخ: اذهب بنا يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وهنا كانت اللحظة التي غيرت مجرى التاريخ. وقف سعد بن معاذ زعيم الأنصار وقال كلمة حاسمة: لو صرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك. شعر النبي بقوة الإيمان اللي بتمشي معاه وطمن قلبه. في ليلة 17 رمضان نام النبي في عريش صنع له، لكنه قام يصلي ويناجي ربه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رفع إيده للسماء وبيقول بدموع: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. الجانب الإنساني هنا بيوريك عظمة القائد اللي بيحس بمسؤولية مصير الأمة كلها. كان بيبكي لحد ما سقط رداءه من شدة التضرع والخشوع. وهنا نزل العون من السماء، نزلت الملائكة بقيادة جبريل عليه السلام لنصرة المؤمنين. المعركة بدأت بمبارزات فردية قتل فيها أبطال المسلمين صناديد قريش زي عتبة وشيبة، ثم بدأ القتال العام واشتد وطيس الحرب. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حفنة من التراب ورماه في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه. ومفيش حد من جيش قريش إلا ودخل في عينه ومنخريه وفمه شيء من هذا التراب. وبإذن الله حدثت المعجزة التاريخية. 313 قدروا ينتصروا على 1000 مقاتل بفضل الإيمان والثبات. قتل من المشركين 70 رجلا وأسر 70. كانت خسارة قريش فادحة، فقد قتل كبارها وزعماؤها، وعلى رأسهم أبو جهل عمرو بن هشام اللي كان بيلقب بفرعون هذه الأمة. بدر ما كانتش مجرد معركة، كانت يوم الفرقان اللي فرق به ربنا بين الحق والباطل. 14 شهيد من المسلمين نالوا شرف الشهادة في سبيل الله. المسلمين طلعوا من بدر بقوة شوكة وهيبة كبيرة في كل شبه الجزيرة العربية. قرار واحد بالإيمان واليقين كان كفيلا بتغيير مصير أمة بأكملها. وهنا خلصت حكايتنا، استنونا في حصة جديدة إن شاء الله.